معنا من دمشق الدكتور عصام التكروري أستاذ القانون، ومن واشنطن ينضم إلينا الناشط الحقوقي السوري محمد العبد الله. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عصام التكروري. أولا، كيف يمكن أن يقرأ أو ينظر أو يعلق على ما جاء في السفير والأخبار اليوم في داخل سوريا؟ عفوا، على ما جاء في السفير والأخبار الحقيقة اللي أشرنا لهم في التقرير تماما ما كتب في الصحيفتين. الحقيقة اليوم لم أطلع على جريدة الأخبار، ولكني اطلعت على جريدة السفير. أتمنى أن يكون الخبر أو المقال الذي كتبه طلال سلمان أن يكون قد كتب بالكامل، لأن طلال سلمان أشاد بمناقبية السيد الرئيس وقال بأنه هو الذي سيكون ضمانة للإصلاح القادم. صحيح، أتمنى ما في أن مشكلة من هذا الموضوع. احنا قرأنا كله. هذا من جهة. لا هناك مشكلة في الاجتزاء. هناك مشكلة في الاجتزاء. لا يجب أن تتعاملوا على مبدأ أنه لا تقربوا الصلاة. هذه نقطة مهمة انتهينا منها. النقطة الثانية التي أريد أنا ما انتهيت منها يا دكتور عصام. أنت ما فيك تقرر أنه انتهينا منها أو لا. أنا أقول أنه طبيعي أن تكتب السفير والأخبار في مدح الرئيس بشار الأسد. هذا طبيعي. الثوب الأبيض تراه أبيض فتقول أنه أبيض، عندما تكون بقعة حبر عليه تقول هناك بقعة حبر على هذا الثوب الأبيض. غير الطبيعي أن ينتقد حكم بشار الأسد، لذلك نركز على ما هو غير الطبيعي. ما ممكن يكون خبر مدح بشار الأسد ولا حكمه في سوريا بالنسبة للسفير والأخبار. أتمنى في تعاطيكم مع الشأن السوري أن تركزوا دائما على الشيء الطبيعي وليس في تعاطيكم مع بعض وسائل الإعلام. هذه نقطة انتهينا منها حتى نتابع في النقطة الثانية. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها هو أن سوريا حاليا تواجه عقبة في تصديها لمشروع الفتنة. وأنا هنا أتوجه بالعزاء إلى أسر الضباط وجنود الجيش السوري الذين سقطوا بالأمس وهم عددهم 9 برصاص العصابات المسلحة. سوريا تواجه مخطط من نوعين. المخطط الأول هو ما تقوم به العصابات المسلحة في قتلها للشعب السوري وقتلها للجيش السوري وقتلها لقوات الأمن والشرطة السورية. والمخطط الثاني هو طريقة الضخ الإعلامي الذي يغطي ما تقوم به هذه العصابات من جرائم قتل موجهة ضد الشارع السوري وضد الشعب السوري. هذا هو مخطط متكامل يجب أن نأخذه كل ودون أن نجتزئ منه. طيب، سيد محمد العبد الله، الحقيقة أنه من داخل دمشق دائما يتم الحديث في الإعلام كمان وفي الصحف وفي التلفزيون ومن قبل الرئيس نفسه ومن قبل المتحدثين باسم السلطة دائما عن مؤامرة، والحديث الأكبر في الأيام القليلة الماضية عن العصابات المسلحة. ألا يمكن أن يكون هناك فعلا من يستهدف النظام السوري الآن من الخارج ويحاول زعزعة الأمن والاستقرار وأدخل عصاباته بسلاحهم لقتل رجال الأمن وقتل المواطنين السوريين كمان؟ أولا اسمحي لي أن أتقدم أيضا بالعزاء لجميع أهالي بنياس وأهالي درعا ودوما، وأتقدم أيضا لعناصر الجيش السوري الذين سقطوا على أيدي الشبيحة الذي يقودهم ماهر الأسد وأبناء جميل الأسد، وهم معروفين من مهربي المخدرات ومهربي السلاح المتواجدين في منطقتي اللاذقية وبنياس. التوقف عن التحدث عن نظرية العصابات المسلحة لأنها أولا هي نظرية غبية قامت بها أجهزة الأمن السلطة واخترعها اللواء زهير الحمد الذي يدير أجهزة إعلام السلطة بغباء مطلق، لأنها أولا تقوض عبارة الأمن المطلق والنظام الذي يحمي الحمى. إن كانت كل هذه العصابات المسلحة مع كل هذه الأسلحة موجودة في كل هذه المحافظات السورية، أين هو الأمن السوري؟ هذه من ناحية. الناحية الثانية، لماذا لا تظهر هذه العصابات المسلحة إلا لتطلق النار على المتظاهرين المطالبين بالحرية؟ العصابات المسلحة في كل دول العالم تستهدف المصارف والمؤسسات المالية، إلا في سوريا لماذا هذه العصابات المسلحة تستهدف صور الرئيس بشار الأسد وتماثيل والده وشقيقه حافظ الأسد وباسل الأسد؟ كفوا عن السخرية من عقول الشعب السوري. الفيديو واضح اليوم من تظاهرة جامعة دمشق، حيث تظاهر طلاب جامعة دمشق واعتدى عمار الساعاتي رئيس اتحاد طلبة سوريا، قام بتسليح البلطجية التابعين لحزب البعث والاعتداء على زملائه، وهذا مبرهن بصور فيديو قريبة حتى وجوه هؤلاء تبرز في الفيديو. توقفوا عن الحديث عن العصابة المسلحة الوحيدة في سوريا هي النظام الحاكم. النظام الحاكم قرر اتخاذ الحل الأمني، محاصرة مدينة بنياس وقطع الكهرباء عنها 24 ساعة قبل وصول قوات الأمن إليها ووصول الدبابات إليها.
ثم الحديث عن تضخيم الإعلامي. لماذا تطردون الصحفيين إذا كان هناك تضخيم إعلامي؟ افتحوا مجال للجميع، اسمحوا للعربية أن تذهب وتصور وللجزيرة، وقمتم بطرد مراسل وكالة رويترز، ثم قمتم بطرد وكالة أسوشيتد بريس، ثم اعتقل مراسل دوتشا فيلا الزميل جورج بغدادي وتم التنكيل به وتعذيبه وكأنه كان أحد قيادي هذه المظاهرة. عيب ما يحصل، فيه سخرية كبيرة من مواطنين السوريين. وحتى الفيديو الذي بثه التلفزيون السوري يتحدث فيه عن وجود عصابة مسلحة في درعا، كان مصور في خلفية حديقة منزل رئيس قسم الأمن السياسي في درعا، وقام أهالي درعا بتمييزه على الشاشات. هذا الكلام عيب. أين المهندس المصري الذي تم اعتقاله وظهر على الشاشات السورية ثم قال أنه يعمل لصالح أمريكا وإسرائيل ثم تم إطلاق سراحه؟ توقف عن السخرية من عقول المواطنين السوريين. الشعب السوري أكبر من ذلك بكثير. العصابة المسلحة الوحيدة الهدف الآن سيد محمد هو، وأنا أعود وأؤكد على ما ذكره الدكتور عصام التكروري حتى يعني نكون منصفين في الحديث عن النظام السوري. لا أحد منذ البداية حتى هذه اللحظة يتحدث عن أنا أقول إعلاميا أو يركز على مسألة الضرب بنظام حكم بشار الأسد. الكل كان يتحدث، حتى طلال سلمان وسعد أبو خليل اللي قرأنا ما ذكره في السفير والأخبار اليوم، تحدثا عن ضرورة الإسراع الإسراع بالخطوات التي اتخذها الرئيس بشار الأسد إذا كان اتخذها فعلا. هل تعتقد أن تصاعد الأمر الأمني بهذا الشكل ممكن أن يؤدي للإسراع؟ بتعليق قصير طبعا. إذا سمحت لي بتعليق قصير. تفضل. عندما تصل الأمور إلى الأشخاص المقربين من السلطة والصحف التي تدور والإعلام القريب جدا من السلطة السورية أن لا يقبل الروايات التي تقدمها السلطة، فهذا دليل أنها روايات ضعيفة جدا. حتى رئيس الصحيفة تشرين، رئيس التحرير صحيفة تشرين سميرة المسالمة قالت أنها لا تصدق رواية السلطة وأنها رواية ضعيفة، وعلى السلطة أن تقدم هؤلاء العصابات إلى المحاكمات في محاكمات علنية، وتم طردها من عملها في اليوم الثاني بهاتف من رئيس جهاز أنا أسأل أمني. الدكتور عصام التكروري أستاذ القانون عن هذا الموضوع. يا دكتور عصام نعم، أتمنى أخذ وقتي. طبعا راح أعطيك كل الوقت، يعني خذ كل وقتك. حديث عن اعتقال فايز سارة اليوم. في معارضين في سوريا الحقيقة صوتهم كان مسموع وكانوا يطلعوا على الفضائيات، هم ليسوا بالمعارضة الشرسة، هم معارضين طبيعيين بتحدثوا أنه لابد من الإسراع بالإصلاح، وإذا ما استمرت المعالجة الأمنية سيخسر النظام. يتم اعتقالهم. يعني التعامل بهذه الطريقة ألا تعتقد أنه يعني يؤزم الأمور أكثر بدل من أن يحلها؟ يا سيدتي، أنا هنا ومن على منبركم أقول ما تقولين بأن السيد خالد سارة قد قاله. أنا أقول أنه إذا لم تتم معالجة الأمور بشكل سريع بالتعاون مع الشرطة، بين الشرطة والمواطنين وأجهزة الأمن، فأننا جميعا سوف نخسر سوريا. أنتم تركزون على جانب أنتم تركزون على جانب من سوريا ونحن نركز على سوريا ككل. سوريا أمنا ونحن عائلة واحدة. إذا خسرنا سوريا أمنيا سوف نخسر مستقبلنا ونخسر حاضرنا. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا يستطيع شخص يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أقول أنه يدفع له، لا يستطيع شخص يقوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد آلاف الكيلومترات عن سوريا أن يشعر وأن يلاحظ وأن يشعر بنبض الشارع السوري الذي يدفع يوميا من دم أبنائه ويدفع شهداء. من قتل بالأمس أفراد الجيش؟ هل كانت هناك مظاهرة حتى يتم استهداف أفراد الجيش؟ قطعة عسكرية تنتقل من محل إلى آخر؟ أنا أتمنى أن يستمع الأستاذ في أمريكا إلى ما تقوله وسائل الإعلام العربية المحايدة ولا وسائل الإعلام السورية. أتمنى أن يستمع إلى ما يقوله السوريون على وسائل الإعلام السورية، ثم يأتي ويقول أن ما يحدث هو مفبركا. صدقيني، لو جاء هذا التعليق الذي قاله السيد من واشنطن، لو جاء من أبناء أسرة أحد الشهداء، لكان باستطاعة العقلاء منا أبو مسجون أن يتفهموه، أنا اللي بعرفه، كان باستطاعة آخرين أن يتعاطفوا معه. ولكن أنا ما بعرف إذا المعلومة صح ولا لا، لكن السيد محمد عبد الله أنا بعرف إن أبوه بالسجن يعني وهو عانى ملايين كيلومترات عن سوريا. أعتقد أنه الهدف منه هو الحصول على كرت إقامة وعلى مساعدة أمريكية بدم يمكن معه جنسية، دم الأبرياء من الشعب السوري الذين يسقطون يوميا. يا دكتور عصام، يمكن معه جنسية، أنا ما بعرف الحقيقة، وأنا بعرف إنه أبوه كان معتقل وعانى في السجون السورية، ولذلك يعني لا يمكن أن نتهم وأن تقول عنه إنه إذا كان أبوه أنصحه بأن يحتفظ بجنسيته الأمريكية وألا يتحدث بصوت أي واحد من السوريين. من حق السوري كله أن يتحدث في أي مكان. يا دكتور عصام، هذا مش على أن يشرح الجرح السوري.
قادر على أن يتحدث بموضوعية في كل مكان. أنا بدي أتحدث معك بموضوعية، أنت بتقبل الحديث بموضوعية. لماذا أنا مضطر لأن أحترم حقه بالمعارضة وهو لا يحترم حق كل الأشخاص بالموالاة؟ طيب دكتور لماذا؟ أنت بتحترم هل هذه الديمقراطية؟ هذه الديمقراطية على الطريقة الأمريكية. أنا مش جزء في هذا النقاش، بس إذا هل تحترم أنت رأي الآخر؟ أسألك دكتور عصام. بطبيعة الحال هذا السؤال تطرحيه على هذا السؤال. لا أنا بعدين بدي أطرح عليه السؤال، بعدين بدي أطرح عليه السؤال. أنت تتحدث عن الإعلام أنكم أنتم تركزون على الجانب السلبي، أنت بتشوف الإعلام السوري لماذا لا يحضر صورة واحدة من هذا الجانب السلبي الذي نركز عليه؟ نحن نركز على جانب والإعلام السوري يركز على جانب آخر تماما. إذا كنا نحن غير محايدين وهم غير محايدين، وكمان هم لا يمكن أن يوصفوا بأنه إعلام، يجب أن يكون مرجع في الإعلام. شكرا. سأعود إليك سأعود إليك لأن أعطيتك فرصتك. سيد محمد العبد الله، اتهامات مباشرة شخصية وجهها لك الدكتور عصام التكروري، ليس من حقك أن تتحدث باسم السوريين، وعليك أن تبقى في واشنطن وأنت لا تعلم ما الذي يحصل في سوريا. داخل بلدي عندما كنت في سوريا، تحدثت من داخل بلدي وعندما كنت في سوريا وتعرضت للاعتقال مرتين، ووالدي حاليا في السجن. شقيقي أفرج عنه بعد 5 سنوات منذ أسبوع فقط، وقضى 5 سنوات في سجن صيدنايا العسكري. أي حق في المعارضة احترمه حتى أحترم حقه في الموالاة. أنا لم أنتقد حق أحد في الموالاة. عندما نتحدث من سوريا وفقط نتحدث عام 2005 ما كان في عصابات مسلحة بين هلالين. رميت في زنزانة منفردة. كيف يعلق على اعتقال فايز سارة وعلى جورج صبرة وعلى اعتقال الصحفي عامر مطر وعلى اعتقال العشرات الآخرين غيرهم، على اعتقال المدون أحمد حذيفة؟ عيب هذا الكلام. لا تضحكوا على العقول إنه والله أنت مقيم في أمريكا. أنا سحب جواز سفري وألقيت في زنزانة مرتين ونفيت بعد أن أنهيت فترة حكمي. توفيت والدتي ولم يكن أحد في جنازتها لأن والدي وشقيقي في سجون بشار الأسد. لا تعيرني بوجودي لأمريكا لأني مجبور عليه. لو أن سلطتي تستطيع أن يتسع صدرها لوجود معارضين في الداخل يعارضون بكل حضارة وديمقراطية وسلمية، لما وجدنا مئات آلاف اللاجئين السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول. عيب هذا الكلام. بالأمس اعتقلوا الدكتور عماد الرشيد على مدخل سوريا من ناحية الأردن، فقط لأنه صرح أنه لا يقبل بكلام الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب. أي حق معارضة الذي نحترمه؟ تم تسليح البعثيين في الجامعة اليوم للاعتداء على زملائهم، وهذا ظاهر بالفيديوهات. هل تريدني أن أكذب عيوني؟ أستطيع أن أشاهد الفيديو من الولايات المتحدة. ليش أنت يا سيد محمد ما بتشوف التلفزيون السوري؟ دكتور عصام بقول لك دكتور عصام إنه لازم تشوف التلفزيون السوري حتى تعرف شو اللي بيصير في سوريا. الله يرحم الراحل ممدوح عدوان الذي كان يقول أن التلفزيون السوري يكذب حتى في أخبار الطقس. أنا سألت سؤال واحد: لماذا تم إطلاق سراح المهندس الذي اعترف على التلفزيون السوري وهو مصري أنه يتعامل مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وأنه ذهب لإثارة الفتنة في سوريا؟ التلفزيون السوري يقدم روايات سخيفة لأنه مصر الآن ليست مصر عصر الرئيس حسني مبارك، ربما أدركت السلطات السورية ذلك. لم أسمع تعليقك سيدة رمحي. أنا قلت لأنه ربما مصر الآن ليست مصر عصر الرئيس السابق حسني مبارك، وربما هذا جعل السوريين يدركون ذلك. كان مفبرك عن بكرة أبيه، الموضوع كان مفبرك ولا يمكن الضحك على المواطنين. هناك فيديوهات تنتشر، القناصة على سطح منزل المحافظ في درعا، على سطح رئيس جهاز الأمن السياسي، على سطح منزل رئيس شعبة الأمن السياسي، على سطح أي فرق عصابات هذه التي لا تمتطي إلا ظهر المباني الحكومية. كفوا عن السخرية من الشعب السوري يا أخي، الناس أذكى من ذلك. دعني أسأل الدكتور عصام التكروري لأنه هذا الحقيقة سيد محمد عبد الله الجدل قائم منذ أن بدأت الأحداث في سوريا. نحن نسأل الآن سؤال واحد وواضح وصريح عن سرعة أداء الإصلاحات حتى يتوقف العصابات المسلحة. لماذا لا تحاصر هذه العصابات المسلحة؟ لماذا لا يتم تآمر من الداخل على التآمر الخارجي لجعل هذه العصابات المسلحة تصبح معروفة للناس؟ لماذا لا يتم الإسراع في الإصلاح وحل هذه المشكلة أصلا؟ أولا القضية هنا أعتقد أن هناك خلطا كبيرا بين طريقة التعاطي مع العصابات المسلحة وطريقة التعاطي مع الإصلاح. الرئيس الأسد أعلن عن حزمة من الإصلاحات، هذه الإصلاحات لاقت قبولا كبيرا في الشارع السوري، وهي إصلاحات منتظرة ودفع ثمنها دما في درعا وفي حرستا وفي دوما وفي بعض المناطق السورية. هؤلاء الأشخاص قتلوا من قبل العصابات المسلحة التي اندست بينهم والتي استغلت مطالبهم من أجل أن تفشل حركة الإصلاح. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نحن حاليا في سوريا همنا الأساسي هو الطريقة التي يجب أن يوقف العنف. الشارع السوري لم اعتاد طيلة الفترة الماضية على قضية الأمن، لم يعتد أن يرى هناك أشخاص يقومون بالقتل بالطريقة ألا تعتقد أنت يا دكتور عصام، بصراحة جاوبني، وأنت تتحدث من وسط دمشق، ألا تعتقد أن السلطة لو أرادت أن توقف العنف لأوقفته؟
هذا سؤال جميل، والذي يطرحه هو شخص ينظر أو يعتقد بأن السلطة السورية هي سلطة موجهة ضد شعبها. أنا أقول لك أن السلطة السورية مش السلطة السورية يجب أن تحافظ على شعبها، لذلك توقف هذا العنف، إما بالقبض على العصابات المسلحة، محاسبتهم، إما بإنهاء. سيدتي من يقوم دكتور عصام، الموضوع لم ينتهي لكن للأسف انتهى وقت بانوراما. سأعدك أن أستضيفك مرة قادمة للحديث أكثر في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سيد محمد العبد الله، شكرا جزيلا لك. نهاية بانوراما إلى